السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معقولة لسه بنعمل الممبار غلط؟ هقولك طريقة بقى. لو انتي بصي كبسة رز، الطريقة دي استحالة يفرقع منك تاني. جربي الطريقة بتاعتي دي والله وهتاكلي احلى ممبار. لو انتي لسه مبتدئة او خايفة ان الممبار يفرقع منك او حشيتي رز زيادة، بالطريقة اللي انا هقولها لك دي استحالة يفرقع منك تاني. هنعمل اكل النهارده بقى، اكل مطاعم. شايفين شغل فاخر كده من الاخر، حاجه بقى مخ وممبار وكرشه. الاكله دي بصراحه كل اللي دقها من ايدي قال لي تسلم ايدك يا ست الكل. فجربي الاكله دي على ضمانتي وبطريقتي والله العظيم كمان مره. بصي تحفه تحفه كده. يلا نعمل بقى السلطه الاول، او سلطه الكبابجي على اصولها. هنجيب بقى بصلايه كده نقطعها جوليانا كده او شرايح، ونجيب بقى ليمونتين حلوين كبار كده وتعصريها على البصل، وهقولك ليه دلوقتي. ايوه كده. وبعد كده بقى نحط التوابل بتاعتنا. هنحط توابل ايه؟ نحط كزبره ناشفه من كل نوع توابل، ربع معلقه كده صغيره، ونحط فلفل اسود وبابريكا وكمون والملح، وندعك البصله دي كويس بالليمون، نخليها تنزل كده ايه الميه بتاعتها. بعد كده هنحط بقى شويه ميه ساقعين، وكمان نحط تلج. ده بقى إيه؟ اسمه الويسكي الحلال. تمام كده. الخطوه دي مهمه جدا، لازم تكون الميه ساقعه، وكمان تحطي في الميه دي تلج. هنقطع الخضار عباره عن ايه؟ خيار، طماطم، فلفل حامي، كزبره، بقدونس، شبت، فلفل اخضر. ممكن تستغني عن الفلفل الحامي. قطعناهم كلهم اهو مكعبات، وكمان هقطع عليهم فص توم. واحلى بقى سلطه كبابجي ممكن تاكليها يا ستي. هتحطيها بقى فين؟ في التلاجة على ما تخلصي بقى الاكله بقى بتاعتك دي، وبجد السلطه لوحدها تحفه. يلا نخش على الممبار. هتجيبي الكبه بقى تقطعي فيه حوالي 5 بصلات كده. الممبار يحب البصل والخضره. وكتري بقى في الشبت كده الكزبره والبقدونس والشبت، وتحطي كمان مع البصل. انا فرمته اهو في الكبه، وطبعا ممكن تبشريه على ايدك، بس انا بصراحه ما عادش عندي طولة بال ان انا ابشر على ايدي، فبقيت بستسهل الكبه. هنحط في الكبة كمان حوالي كده 5 6 طماطمات. وبرضو عايزة الطماطم مفرومة فرم خشن، انا مش هعصرها، انا عايزاها فرم اكننا كده ايه، بنبشرها بالمبشرة. وكمان قطعت قرن فلفل حامي كده، وده ممكن ده طبعا اختياري مع الطماطم، يعني ممكن ما تحطوهوش. تمام كده. برضو هنعملهم كده فرم خشن في الكبة، او تعمليهم بالمبشرة عادي خالص، مش هطول عليهم خالص الفرم. ونحطهم بقى على البصل، وعلى ما نفرم الخضرة بتاعتنا. الخضرة طبعا عبارة عن ايه؟ شبت، كزبرة، إيه، بقدونس. وكتري في الشبت والبقدونس شوية، لان الممبار عايز خضرة كتير وبصل. بجد انا بحب بصراحة الممبار اعمله ني في ني كده بالطريقة بتاعتي دي. الخضرة دي اول مرة اعملها في الكبة، بس يعني الى حد ما كانت حلوة يعني، والله يعني مش هتغلبك. فقطعت الشبت والكزبره والبقدونس، وكان في كام عود كده على الوش بحاله كده، فانا قطعته بالسكينه عادي يعني مش مشكله، بس انجزت معايا بصراحه. الممبار يا جماعه ني في ني بصراحه. انا ما بحبش بقى ايه اقلله كده، في ناس بتقلله زي خلطه المحشي بالظبط، بس حلاوه الممبار ان انت تاكليه ني في ني. وغسلت بقى حوالي نص كيلو رز كده، او اقل او زياده، انا ما وزنتش بصراحه، بس انا خدتهم يعني ايه كده بالنظر. وحطيتهم عليه وشويه زيت. ويلا نحط التوابل. ايه التوابل؟ ايه بقى؟ حطينا ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره ناشفه، بهارات محشي، بابريكا. تمام كده. هي دي التوابل بتاعه الممبار. وهنزلك برضو البهارات في صندوق الوصف، علشان ما تنسيش او حاجة تقع منك. وبعد كده معلقة صلصة كبيرة، اللي هو بقى المعجون البيوريه ده، معلقة كده كبيرة. وتقلبي بقى وشمي ريحة بقى الرز اللي بتاع الممبار. وحشي بقى الممبار بتاعك. طبعا الممبار ده انا غسلاه بقى، احنا بره طبعا ما بيغسلوش كده، غسلينه بقى بملح وخل وبقطع عليه، بعصر عليه كمان استفندي لو موجود او برتقان. بيضيع ريحه الزفاره خالص اللي فيه.
واحشي بقى ايه. وانا هقولك دلوقتي، طبعا انت شفتي في اول الفيديو الخطوه اللي انا عملتها. لو انت بتخافي ان انت تحشي الممبار كتير، لو انت حشتيه كتير وعملتيه بالطريقه اللي انا عملتها لك، هوريها لك دلوقتي. لو حشيتيه كتير وعملتيه بالطريقه دي كده، هيطرد منه الرز زياده. بس انا عندي هنا عشان انا ظابطه الرز فما فيش رز زياده اتطرد. فانتي هتعملي كده هيطرد الرز الزياده. وبعد كده هتغلي الميه، وبعد كده تسقطي فيها الممبار بالطريقه العاديه خالص. بس لو انت مبتدئه اعملي بالطريقه دي، هيقفل معاكي وهيطرد اي رز زياده، وعشان ما يفرقعش معاكي في الشوربه او في الميه وانت بتسلقيه. بعد كده هسلق بقى الميه بتاعه الممبار، فيها فلفل اسود، ورق لوري، حبهان، بصل. وهسقط الممبار بتاعي فيه وهسيبه بقى ايه يتسلق براحته ويستوي. عايزه اقولك بقى هتشمي ريحه الممبار فظيعه. يلا بينا بقى نسلق الكرشه بتاعتنا. انا مقطعه قطع صغيره كده، وبغلي الميه وبروح جايه ساقطه الكرشه فيها واديها غلوه. وبعد كده بقى انزل بالبصل والحبهان والفلفل الاسود والورق اللوري، واسيبها بقى تستوي. والملح ايه وقت السوا، يعني مش بحط الملح دلوقتي. نيجي للمخ بقى. المخ ما بيتغسلش، بيتعامل نفس معامله الكبده بالظبط. هقول لكم طريقه بقى وما تدوريش ورايا. هتغلي شويه ميه، تحطي فيها فلفل اسود، بصل، حبهان، ورق لوري، وتحطي المخ بتاعك يغلي على النار 10 دقايق بالظبط، ما تكتريش عن كده. وبعد كده هتزودي معلقه خل بلسمك او معلقه خل ابيض، وتسيبيهم 10 دقايق كده. مسكي الساعه بتاعتك. بعد ال10 دقايق طلعي الممبار من الميه المغليه وتحطيه في ميه ساقعه بتلج. الخطوه دي مهمه عشان المخ ما يتهريش منك. تمام كده. بعد كده بقى هتطلعي المخ بتاعك من الميه بتلج، تسيبيه شويه كده، يعني حوالي 5 دقايق كده ولا حاجه في الميه بتلج. وبعد كده تطلعيه تقطعيه بقى شرايح، لا هيتهرى منك ولا هيتفرفت ولا اي حاجه خالص. وشايفين يعني، وعايزه اقول لك ما فيهوش ريحه زفاره والله خالص. لو ما بتحبيش المخ وخايفه من ريحه الزفاره، فالطريقه دي هتخليكي تحبيه. يلا بقى نعمل الكفر بقى اللي احنا هنحمر المخ بيه. معايا نص كوبايه لبن، معايا بيضتين، ونص كوبايه دقيق. وهنحط كمان يا ستي التوابل بقى بتاعتك. التوابل ايه بقى؟ فلفل اسود، ملح، بابريكا، كزبره، بصل بودر، توم بودر، كل حاجه يعني، كمون، كل حاجه كده، يعني ربع معلقه صغيره كده. وهتقلبي كويس. بعد ما هتقلبي بقى هتنزلي بالمخ بتاعك، شرايح المخ. لو وصلتي لحد هنا بالله عليكي ما تنسيش تنزلي تضغطي لايك وتصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلاص حطينا بقى المخ اهو، شرايح المخ في الطنبوره، بيسموها طنبوره او خلطه الدقيق دي. يلا نعمل بقى ايه الخلطه. الكفر الخارجي بقى كوبايه بقسماط، وعليهم كيسين فيجيتار، وعليهم معلقتين نشا كبار. وهتقلبي المكونات دي كلها مع بعضها، وخدي بقى احلى كفر خارجي للمخ. بجد التتبيله روعه روعه روعه، جربيها والله العظيم هتعجبك جدا. هنجيب بقى كده بمعلقه، بعد ما نقلبها كويس هنجيب معلقه كده وناخد بقى قطعه المخ وننزلها في قطعه البقسماط بالفيجيتار، وما نضغطش عليها، نطبطب بس عليها بالراحه كده. طبطبوا عليها يا جماعه. وبعد كده هنخلص بقى الكميه كلها. وطبعا عندي زيت كده يكون على النار، ما تغلوش قوي، يكون سخن يعني بس ما بيغليش. اهو باخد بالمعلقه وبنزل بالبقسماط. تمام كده. الفيديو اهو شارح نفسه. يلا بقى نروح على البوتاجاز. بينا على البوتاجاز. الزيت اهو سخن. انزل بقى بقطع المخ بتاعي، المخ البانيه ده. يا لهوي على الريحه، عايزه اقول لكم ريحته تحفه تحفه تحفه. شايفين اول ما يتشمع بقى ابدا اقلبه بقى كده. شايفين المنظر عامل ازاي؟ تحفه والله يا جماعه. وخلاص عندي كان الممبار خلاص اتسلق اهو. ويلا بقى نحمره هو كمان. شايفين لؤلؤ كده في الزيت. بعد المخ حمرت الممبار على طول. ونقطع بقى شويه كزبره كده ونرص على الكزبره المخ بقى، ونرص عليها الممبار. تعالوا بقى نعمل الكرشه. نجيب طاسه على النار فيها معلقتين زيت،
يسخنوا انزل كده ببصلايه مكعبات وقرن فلفل حامي، واديهم خليهم بس يتبلوا كده، يعني اشم ريحتهم بقى بس كده، انزل عليهم بكوبايتين عصير طماطم. ده انا هعمل بقى الكرشه اللي هي بالصلصه، هعمل حبه صغيرين كده، مش هعمل كميه الكرشه كلها. انزل بقى بعصير الطماطم، وبعد كده احط توابل، كزبره ناشفه، فلفل اسود، كمون، وتظبطي الملح بتاعك. وبعد كده اديهم تقليبه، وانزل ياخدوا بس غلوه مع التوابل كده، وهنزل بقى بقطع الكرشه بتاعتي. انا مقطعاها قطع صغيره، مش مقطعاها كبيره قوي. عايزه تقطعيها كبيره براحتك بقى، دي ترجع لك. بعد كده هسيبهم بقى يتسبكوا مع بعض في الصلصه كده، وبألف هنا وشفا. ودي الكرشه اللي هي في مسلوقه. وخلاص كنت هنا غرفت بقى. شايفين المنظر المنبار عامل ازاي؟ عايزه اقول لكم انا كنت مستعجله جدا، خلاص الوقت قفز عليا. الساعه بقت خلاص 3:30، والكهرباء بتقطع عندي 4، فما كانش في وقت بقى خالص. شايفين الرز مفلفل من جوه ازاي؟ ما شاء الله. وريحه الاكل بقى روعه، كل اللي هيدوق الاكله دي من ايدك هيقولك تسلم ايدك والله العظيم. والكرشه دي كانت رهيبه في عيش بلدي. المفروض كنت انا اعمل طحينه جنب الاكله دي المفروض، بس انا هبقى انزل لكم طحينه الكبابجي بقى بجد على اصولها. وشايفين المخ عامل ازاي. وطبعا احنا بناكل الاكله دي بعيش بلدي والطحينه زي ما قلت لكم، بس بصراحه ما لحقتش، خلاص كان الوقت قفز عليا والكهرباء هتقطع، وكنت عايزه اصور لكم الاكل وهو وانا غرفاه، لان مش بعد كل ده وكمان ما صورش اخر مقطع. والسلطه شايفين عامله ازاي؟ بجد السلطه دي حوار لوحدها، ده اسمه بيسموه في المطاعم الويسكي الحلال. دي سلطه الكبابجي بقى على